السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنتعرف فيه على التشكيلة المحتملة والمتوقعة التي سيدخل بها وليد الركراكي في مباراة النصف النهائي. كذلك التشكيلة التي سيدخل بها مدرب منتخب نيجيريا والغيابات المحتملة عن النصف النهائي وكل التفاصيل والمعطيات بخصوص هذه المباراة. قبل أن نخوض في التفاصيل أصدقائي، أدعوكم أن تشتركوا في قناتنا هذه وتفعلوا خاصية الجرس لكي يصلكم كل جديد. كذلك أتمنى منكم أن تضعوا لنا لايك لهذا الفيديو. إذا المنتخب المغربي على موعد مع مباراة من العيار الثقيل ستجمعه أمام منتخب نيجيريا في النصف النهائي أو في نصف النهائي الثانية بعد المباراة التي ستجرى في النصف النهائي الأول الذي سيجمع بين منتخب السنغال ومنتخب مصر. هذه المباراة التي ستكون في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب غدا الأربعاء 14 يناير 2026. والمباراة الثانية ستجمع بين المنتخب المغربي ومنتخب نيجيريا في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب. أما بخصوص الغيابات المؤكدة التي ستغيب عن مباراة الغد، بالنسبة لمنتخب نيجيريا فسيغيب عن المباراة ويلفريد نديدي، لاعب وقائد المنتخب النيجيري، الذي سيغيب عن المباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعدما تلقى بطاقة صفراء أمام منتخب موزمبيق في ثمن النهائي، وتلقى بطاقة صفراء ثانية أمام منتخب الجزائر في الربع النهائي، وبالتالي سيغيب عن مباراة الغد في نصف النهائي. وكذلك تعرض لاعب برايت أوسي سامويل لإصابة طفيفة خلال مباراة ربع النهائي أمام منتخب الجزائر، وبالتالي ربما قد يكون غائبا عن مباراة الغد. كذلك من جانب المنتخب المغربي سيغيب عن هذه المباراة بسبب الإصابة عز الدين أناحي، وكذلك رومان السيس اللذان تعرضا للإصابة خلال هذا الكان. كذلك اللاعب بلال الخنوس وسفيان رحيمي وإسماعيل السباري تلقوا بطاقة صفراء في مباراة الكاميرون، وإن تلقوا بطاقة غدا فلن يكونوا متاحين للنهائي إن تأهلنا إلى النهائي، وهذا ما نتمناه إن شاء الله. بالنسبة للتشكيلة التي سيدخل بها المنتخب النيجيري، وهي تشكيلة 4-3-1-2 في حراسة المرمى نوابالي الحارس الذي شاهدناه رسميا وذو خبرة منذ انطلاقة هذا الكان. أما في خط الدفاع برايت أوسي سامويل في مركز الظهير الأيمن، وقلبي الدفاع كل من سيمي أجاي وكالفن باسي في خط قلب الدفاع، وبرونو أونيميتشي في مركز الظهير الأيسر. أما في خط الوسط أليكسيس إيبوي وسط الميدان، وفرانك أونيكا وسط ميدان محوري، ورافائيل أونديكا هذا اللاعب الذي سيعوض القائد نديدا، وهو لا يقل أهمية وخبرة عن اللاعب أونديدا. كذلك هذا اللاعب ينشط في الدوري البلجيكي وبالضبط في نادي كلوب بروج. أما في خط الهجوم لوكمان سيكون خلف الهجوم، وفيكتور أوسيمين رأس الحربة وقائد الهجوم، ثم أكور آدامز. أما بالنسبة لتشكيلة وليد الركراكي في هذه المباراة ف99% سيعتمد على التشكيلة التي شاهدناها أمام منتخب تنزانيا وكذلك أمام منتخب الكاميرون. في حراسة المرمى ياسين بونو، في خط الدفاع أو قلبي الدفاع آدم ماسينا ونايف أجرد، كذلك أشرف حكيمي كظاهر أيسر، ونصير المزراوي كظاهر أيمن. في خط الوسط بلال الخنوس، إسماعيل الصباري، ونائل العيناوي. أما في خط الهجوم أيوب الكعبي كرأس حربة، ثم الجناحين إبراهيم دياز وعبد الصمد الزلزولي. إذا نتمنى حظ موفق للمنتخب المغربي، إن شاء الله يقدم مباراة جيدة كالمباراة التي شاهدناها أمام منتخب الكاميرون، وإن شاء الله الوصول
إلى النهائي والفوز باللقب. إذا نهاية هذا الفيديو أصدقائي، أشكركم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.